يا مساء الفل عليكم أو صباح الخير على حسب ما هتشوفوا وقت الفيديو. أنا رانيا عاشور، صيدلانية مهتمية بمنتجات البشرة والشعر. النهاردة إن شاء الله حابة أتكلم في حاجة أكيد شاغلة تفكير كل بنفسك هنا معانا ودايما بتفكر فيها، وهي أنواع سيرم البشرة. ودايما بنسمع عن إزاي نستخدم السيرم ده، والسيرم ده حلو قوي للتصبغات، وفي سيرم معين حلو جدا للنضارة، وفي سيرم يعني هيقضي على آثار الحبوب وحاجات كتيرة جدا، وفي سيرم ده بينور البشرة. طيب النهاردة أنا هساعدك إن شاء الله توصلي لنوع السيرم المفضل ليكي واللي هيبقى شاغل كل تفكيرك. مع احترامي لكل جميع انواع اللمبات اللي موجوده في الدنيا، مفيش حاجه هتنور بشرتك غير السيرم بتاعي. فانا النهارده جايه اقول لك ازاي تستخدمي السيرم المناسب ليكي. وانت عشان تعرفي نوع السيرم اللي بشرتك محتاجاه واللي هيكون مفضل ليكي وهيكون اساسي في روتينك، لازم تعرفي هو كل سيرم اصلا بيعمل ايه. فالنهارده هنتكلم عن 4 انواع سيرم موجوده، ودول يعني نتائجهم كويسه وفعلا اثبتوا فعاليات. اول حاجه هبدا فيها هو سيرم الهيالورونيك اسيد. سيرم الهيالورونيك اسيد ده سيرم فوائدته، اول ما اسمع كلمه هيالورونيك اسيد ده حاجه ترطيب، حاجه هتدي نضاره، حاجه هتعالج التجاعيد البسيطه. ليه بقى؟ لاني هو عندي منه نوعين، حاجه لو موليكولار ويت وحاجه هاي موليكولار ويت. اللو موليكولار ويت دي هتقدر تخترق طبقات الجلد فهتديها احساس امتلاء واحساس نضاره. طب الهيالورونيك اسيد ده عالي توقعاتي معاه؟ عالي توقعاتك ما يهمكيش، هتشوفي نتيجه فعلا من اول يوم، وبعد ايام هتشوفي نتيجه احسن واحسن، وبعد شهور هتشوفي نتيجه افضل وافضل كمان. عشان كده يعني شبه ضروري هتستخدميه في روتين. تاني سيروم معانا هو سيرم النياسيناميد. سيرم النياسيناميد ده مهم للبشرتين، البشره الدهنيه والبشره الجافه. البشره الدهنيه دايما بتعاني من شكل المسام الواسع، دي حاجه بتضايقهم، فالنياسيناميد هيكون حلو في حته ان هو هيعمل انقباض شويه لشكل المسام. مش بس كده، ده هيعالج كمان اثار الحبوب اللي دايما اصحاب البشره الدهنيه بيعانوا منها. البشره الجافه النياسيناميد حلو جدا ليهم كترطيب، وتقدري تستخدميه على كل جميع انحاء البشره، مفيش اي حاجه منه مضره. بالنسبه لسيرم النياسيناميد هتقدري تشوفي نتائج بعد قد ايه؟ هنقدر نشوف النتائج من الاسبوع الثامن للاسبوع ال12. عشان كده مهم تبقي عارفه من قبل ما تبداي السيرم بتاعك انت هتشوفي النتيجه والافكت بعد قد ايه. ثالث سيرم معانا هو سيرم فيتامين سي. دايما سيرم فيتامين سي بنسمع عنه ان هو حاجه بتحفز الكولاجين، وحاجه بتعالج التصبغات، وحاجه انتي اوكسيدنت. الكلام ده فعلا صح. طب هو ايه الكولاجين اصلا؟ الكولاجين ده بمثابه عمدان البشره، يعني اللي بيخلي البشره مشدوده. فتخيلي كده لو العمود ده حصل فيه ارتخاء او حصل فيه اي مشكله، ايه اللي هيحصل للبشره؟ هتبتدي البشره ترتخي. فعشان كده مهم جدا ان احنا ناخد حاجه تحفز انتاج الكولاجين، خصوصا لو سنك اعلى من 20. انت اصلا معدل الكولاجين بيبتدي يتكسر عندك كل سنه من بعد سن ال20، فضروري ان احنا ناخد فيتامين سي عشان هيحسن الكولاجين. مش بس كده، ده هيبقى حاجه انتي اوكسيدنت مضاد للشوائب الحره اللي هي موجوده اوريدي حوالينا بسبب التلوث. فسيروم فيتامين سي حلو كمان لاثار التصبغات اللي بتنتج عن الشمس. مش بس كده، انت هتقدري كمان تستخدمي سيروم فيتامين سي الصبح بدري قبل الروتين بتاعك. سيروم فيتامين سي يستحب ان احنا نحطه على بشره منديه. وفي حاجه كمان نسيت ان انا اقولها، سيروم الهيالورونيك اسيد وسيروم النياسيناميد وسيروم فيتامين سي الثلاثه بستخدمهم على بشره منديه. بمعنى ايه؟ بغسل بالغسول بتاعي وبعدها بروح حاطه السيروم بتاعي سواء نياسيناميد او فيتامين سي او هيالورونيك اسيد، دول بيستخدموا على بشره منديه. معانا اخر نوع هنتكلم فيه النهارده هو سيروم الريتينول. سيروم الريتينول لو انت حامل او بتفكري انك تحملي او بترضعي، فمعلش مش هتقدري تستخدمي الريتينول في الفتره الحاليه، بس لو حابه ان انت تسمعي معلومات عنه اكيد عشان تتثقفي، دي حاجه هتفيدك فيما بعد. سيروم الريتينول الابحاث قالت عنه كلام جبار، بمعنى ان هو فعلا بيجدد خلايا البشره وبيديها كده اشراق وحيويه، لان هو بيزود من معدل تجديد الخلايا البشره. ان البشره مثلا بتاخد وقت اكس ان هي تتجدد، لا هو بيسرع الاكس ده يبقى مثلا ربع اكس، فبالتالي البشره هتتجدد اسرع واسرع، الجلد الميت هيتشال، الدهون اللي موجوده تحت طبقه الجلد هتبتدي ان هي تطلع، فالبشره فعلا كده هتبقى كانها صافيه. فده اللي بيعمله الريتينول. بس الريتينول على قد فوائده الجميله دي الا ان فيه شويه تحذيرات لازم ناخد بالنا منها. اول حاجه، انا ما ينفعش احطه واتعرض للشمس، فعشان كده هنحطه في الروتين بتاعنا بالليل. تاني حاجه، ما ينفعش ان انا اكون بستخدم حاجات كتيره في السكين روتين بتاعي، لان الريتينول بيتعارض مع حاجات كتيره موجوده في الروتين بتاعي. تالت حاجه، لو انا بستخدم سيروم فيتامين سي مع الريتينول يفضل ان انا افصل ما بينهم، سيروم فيتامين سي اخده الصبح والريتينول اخده بالليل. لو انا عامله تقشير لبشرتي ما ينفعش نهائي ان انا استخدم الريتينول. الريتينول برده زي ما قلت لكم ليه شويه احتياطات، فمن ضمن الاحتياطات كمان ان انا لما اجي ابدا بيه مش هبداه بشكل يومي، لا ده انا هبدا بكميه صغيره جدا قد حجم البازلاء، وهبتدي احطها على بشرتي. وكمان ما ينفعش اجيبه على المناطق السنسيتيف سواء هنا او تحت العين. بعد كده هستخدمه مره في الاسبوع وابتدي اتابع بشرتي. الدنيا مشيت تمام، هبتدي من الاسبوع اللي بعده استخدمه مرتين. الدنيا مشيت تمام، هبتدي من الاسبوع اللي بعده استخدمه 3 مرات، وهكذا. مش هزيد في استخدامه عن 3 مرات في الاسبوع. سيرم الريتينول هبتدي اشوف النتائج بتاعته من 3 شهور ل6 شهور. ما هي مده كبيره، بس صدقوني تستحق فعلا ان احنا نجرب. وبكده يكون خلص كلامي النهارده عن انواع السيرم اللي موجوده، وزي ما قلت لكم مفيش حاجه هتنور بشرتك غير السيرم بتاعي. ومن خلال كلامي عن انواع السيرم اللي انا اتكلمت عليها تقدري تحددي هي بشرتك محتاجه ايه عشان تبداي تحطيها في الروتين بتاعك. ولحد هنا يكون خلص كلامي في فيديو النهارده، وان شاء الله انتظروني في فيديوهات تانية
تانية كتيرة. باي باي.